السلام عليكم، صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. شرب القهوة والنسكافيه والحاجات اللي فيها كافيين بعد العمليات. احنا بنقول احنا بنأجل الموضوع دوت على الأقل لمدة شهر بعد العملية. مش لشيء، لكن الكافيين مادة إيريتنت بتعمل شوية التهابات في المعدة، بالذات لما نكون لسه عاملين عملية. فالكافيين والنسكافيه والكلام ده بيتوقف لمدة شهر بعد العملية. ناس كتير بتخاف وتقول يا دكتور ده أنا متعودة، ده أنا كل يوم الصبح لازم أشرب نسكافيه، ده أنا الموضوع دوت أساسي بالنسبة لي. يا جماعة بعد العمليات حاجات كتير جدا بتتغير، ما تخافش من نفسك، هتقدر وعادي. وكتير جدا 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 عنده العادة دي، كلنا عندنا تقريبا العادة دي. عادي جدا بيعمل عملية وبيعدي كويس جدا وما بيحسش بالكريفنج العنيف تجاه النسكافيه او الكافيين دوت. وبعد اول شهر بيرجع بالعكس، ده بيحصل نعمل كنترول بعد كده. يعني بعد كده بناخد كميات قليله، بدل ما كنت اشرب 4 5 6 كوبايات نسكافيه او قهوه في اليوم، ناخد كوبايه، بعد كده كوبايتين بعد شهر من العمليه. الدنيا بتبقى ظريفه خالص، ما تقلقوش، دي حاجه بسيطه وكل الناس عندها العاده دي، وكل الناس بتعمل عمليات من غير مشاكل.